بس لو فطرنا غلط ممكن يهيك في رمضان. صلي المغرب علشان المعدة تشتغل براحتها. ونصيحة في الجون بقى من دكتور سكر. لو انت بتعاني من القولون العصبي فاكيد رمضان ممكن يكون راحة كبيرة او كابوس بالنسبة لك، وده يا بطل على حسب طريقة اكلك. الصيام بيساعد على تقليل المشاكل بتاعة المعدة، بس لو فطرنا غلط هتبدأ رحلة المعاناة. ليه القولون العصبي ممكن يهيك في رمضان؟ تعالى وانا هقول. ممكن يكون بسبب وجبة فطار دسمة ومليانة زيوت، وهنا بقى المعدة بتتعب جدا وهتلاقي الهضم بيتأخر وهتبدأ الانتفاخات والآلام. وممكن يكون بسبب المشروبات الغازية والمنبهات الكتير، هتسبب اضطراب في الجهاز الهضمي وزيادة الغازات. وممكن يكون كمان بسبب الأكل السريع من غير المضغ كويس. هنا بقى المعدة هتبعت إشارات استغاثة والقولون هيقلب عليه. طيب ازاي بقى نحافظ على معدتك وتهدي القولون في رمضان؟ هنبدأ فطارنا بحاجة خفيفة زي الزبادي أو التمر، وبعدها هنصلي المغرب علشان المعدة تشتغل براحتها. لازم تقلل المقليات والأكل الحار لأن دول أكتر حاجتين بيهلكوا القولون. شرب المية مهم جدا بس مش مرة واحدة، هنشرب بالتدريج ما بين الفطار لحد السحور. وعايزك تهتم بالألياف الطبيعية زي الخضار والفواكه، الحاجات دي هتساعد على تحسين الهضم وهتقلل التهيج بتاع القولون. ونصيحة في الجون بقى من دكتور سكر، خلي سحورك متوازن وخفيف، وابعد عن الحاجات اللي بتسبب تخمر في المعدة زي الفول بالزيت الكتير. هدفي في رمضان اخليكم تطلعوا منه بصحة وراحة كبيرة. تابعوا دكتور سكر في كل اللي جاي. كل سنة وانتم طيبين.